السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل نسخ اللينكات بكل سهولة على اليوتيوب، سواء نسخ الرابط بتاع قناتك او قناتك او رابط قناة اخرى. لو انتي محتاجة رابط قناة اخرى وعايزة تعملي لها نسخ، ازاي برضو هنعملها مع بعض. هما الاتنين نفس الفكرة ونفس الطريقة. اولا هنقول ازاي لو انا على قناتي نعمل نسخ للقناة. اول حاجة هدخل على صفحة اليوتيوب عادي جدا، تمام. وبعد كده هدخل على قناتي. انما طبعا احنا اول ما بنخش على صفحة اليوتيوب بتظهر لنا من فوق كده علامة اللي هي ايه، بتاعت القناة بتاعتك او بتاعتك، تمام. هندوسوا عليها، تمام، زي ما بتخش على قناتك أو على قناتكم عادي. هنخش على القناة بتاعتنا. اول ما هنخش هنلاقي فوق على ايدينا الشمال 3 نقط زي ما هتشوفوا دلوقتي في الصورة. ادي ال3 نقط، تمام. هدوس على ال3 نقط دول، هيطلعوا لي قائمة كده اختيارات. اول واحدة فيهم بتكون كلمة مشاركة. انا هختار كلمة مشاركة ديت زي ما هنشوف دلوقتي. هي ظهرت لنا قائمة في مشاركة، في حظر المستخدم، الإعدادات، مشاهدة على التلفزيون، كل الحاجات دي. أنا هختار كلمة مشاركة، تمام. أول ما هدوس على كلمة مشاركة هتطلع لي اللي هتشوفوه قدامكم ده: نسخ الرابط، واتس، ماسنجر، فيس، الكلام ده كله. هختار نسخ الرابط اللي أنا حطالكوا عليها مربع، تمام كده. هيظهر لي تحت كلمة تم النسخ. الله اكبر يا عزيزي، يا رب معلش الاذان بيأذن. تمام، خلاص كده تم النسخ. هروح بكل سهولة على المكان اللي انا عايزة انسخ فيه الرابط، على اي تعليق عندي او على واتس او على فيس او ايا كان المكان اللي انا عايزة انسخ فيه الرابط. هروح هناك وهتك تكة جامدة على مكان التعليق اللي انا عايزة انسخ فيه الرابط. هيظهر لي كلمة لصق. هدوس على لصق، هلاقي اللينك اتكتب لي مكان التعليق، وساعتها على طول هعمل ارسال. كده ابقى انا نسخت الرابط بتاع قناتي انا. طب لو عايزة انسخ رابط قناة تانية مثلا، هدخل على يعني حد طالب رابط قناة موجود عندي في التعليقات عندي. نفترض مثلا زي مثلا نومي ستار. انا عندي مثلا واحدة في التعليقات اسمها نومي ستار. هدخل عليها، هدوس على الصورة بتاعتها. يعني هي سايبالي تعليق او بصمة على فيديو انا عاملاه، سايبالي تعليق على فيديو انا عاملاه. هدخل على التعليقات عندي وهدخل عليها، هدوس على الصورة بتاعتها. اول ما هدوس على الصورة بتاعتها هتظهر لي كده. اروح تاني دايسة على الصورة بتاعتها، بيقول لي يعني انت عايزة تشتركي ولا عايزة تعملي ايه. انا هسيب كل دوت وهدخل على جوه الصورة بتاعتها. يعني هدوس مرة تانية على الصورة بتاعتها، هتظهر لي بقى كده الصفحة الرئيسية بتاعت نومي ستار، تمام. هيظهر لي برضو ادي كده الصفحة الرئيسية. هيظهر فوق في 3 نقط. لما ادوس على ال3 نقط هيطلع لي برضو كلمة مشاركة، وهيطلع لي برضو قايمة كده فيها شوية حاجات. هختار اول واحدة برضو اللي هي مشاركة. هتشوفوها دلوقتي لما هدوس عليها هيطلع لي ايه. نفس اللي عملته في صفحتي بالظبط. اهي طلعتني مشاركة، تمام كده. هدوس عليها. كده انا شرحت الموضوع بالتفاصيل، يعني تفاصيل التفاصيل، عشان يبقى سهل على اي حد بيحتاج ينسخ روابط ويكون ما بيعرفش، تمام. بعد ما دوست على كلمة مشاركة هيطلع لي نسخ الرابط. برضو هختار كلمة نسخ الرابط بكل سهولة.
عملت نسخ الرابط، هروح بقى على المكان اللي انا عايزة اعمل فيه نسخ الرابط. المكان ده واتس، المكان دوت احنا ممكن ندوس على واتس على طول، لا احنا مش عايزين كده. الاحسن مثلا هروح على واتس حد معين محتاج لينك القناة دي، على فيس، في عاملين مثلا بس وحد محتاجه، ايا كان الرابط ده محتاجينه لمين. هنروحوا مكان بقى، ما هنسيب برضو، هنكتب التعليق، هو هيقول لي تم النسخ برضو من تحت كده، هيقول لي تم النسخ. اول ما ادوس هتلاقي بيكتب لك ملحوظة تحت ان هو النسخ تم. تمام كده. هاخد بقى هروح على المكان اللي انا عايزة اعمل فيه نسخ الرابط، سواء بقى في زي ما قلت لكم، سواء واتس، سواء ايا كان ايه هو، او مكان التعليق. هروح عند مكان التعليق وهدوس دوسة كبيرة، يعني عند المكان اللي بنعلق فيه هدوس بإيديا دوسة كبيرة. تمام. وهعمل لصق. أول ما أدوس هتظهر لي كلمة لصق زي ما هتلاقوا دلوقتي على الشاشة اهي، ظهرت لي كلمة لصق. هختار كلمة لصق منها، يعني ظهرت لي لصق وفي 3 كلمات جنبها، أنا هختار كلمة لصق. أول ما هدوس على لصق هلاقي الرابط ظهر قدامي مكان التعليق، هضغط إرسال. تمام كده. وبكده اهوت هضغط ارسال، وبكده خلاص انا اكون قدرت اشرح لكم ازاي نعمل نسخ الرابط بكل سهولة. اظن مفيش اسهل من كده. انا حبيت اسهل لكم الموضوع واعمله لكم بالصورة كمان، مش ان انا اتكلم بس، وحبيت اعمله لكم بدقة وتفاصيل اكتر، عشان الناس اللي بتحب يعني ايه يعني بتحب الدقة والتفاصيل في الشرح. تمام. وفي نهاية الفيديو بتاعي عايزة اقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يعمل سبسكرايب، وتتفرجوا على الفيديو مشاهدة كاملة، ما تقعدوش تجروا. تمام. وعايزة بقى تعليق حلو، تسيبولي تعليق حلو تحت كده زيكم. وكده انا خلاص اكون شرحت الفيديو بتاعي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد برضو هشرح لكم كل حاجة اي حد سألني عليها، هشرحها لكم برضو بالتفاصيل كده. استنوني في الفيديو الجاي. قبل ما انزل اي فيديوهات تانية هيبقى معظم فيديوهاتي الحاجات اللي انتوا سألتوني عليها كتير في التعليقات، انا هرد لكم عليها. وان شاء الله واحدة واحدة هنتعلم نعمل كل حاجة مع بعض، مع ان ده مش تخصص قناتي خالص، بس انا حبيت اساعد الناس اللي محتاجة لسه مبتدئة، وانا برضو كنت منكم يعني واتعلمت، فحبيت افيدكم برضو واتعلم. ولحد الان لسه منكم، بس انا دخلت وبحثت ومش عارفة ايه، وعرفت برضو شوية معلومات، وحبيت يعني ان انا افيدكم بيها. وحبيت كده خلاص يبقى خلص الفيديو بتاعي، واقول لكم باي باي.